السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننعي الأستاذ وائل دحدوح بوفاة والدته. توفيت منذ قليل والدة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة أثناء تواجدها في قطاع غزة. ونعت إحدى أفراد عائلة الدحدوح والدة المراسل الحربي الأشهر في العالم وائل الدحدوح قائلة: البقاء لله وحده. يخضع الصحفي وائل الدحدوح للعلاج في قطر. وكشف الدحدوح عن تفاصيل الجراحة قائلا: كان مقررا إجراء عملية محدودة، ولكن الأطباء تفاجؤوا بوضع أعقد مما كانوا يتخيلون، والله من عليهم ومكنهم من إجراء عملية ناجحة استغرقت 9 ساعات. وأضاف: كما يبدو رحلة العلاج تحتاج إلى فترة طويلة، وكان الدحدوح قد وصل إلى قطر في منتصف شهر يناير الماضي للبدء في رحلة علاج بعدما تعرض لإصابات على يد قوات الاحتلال أثناء أداء عمله في قطاع غزة. مرة أخرى نقول للصحفي وائل الدحدوح والمحارب، أقوى محارب والأشهر محارب في العالم: البقاء لله وحده. في والدته ربنا يصبره.